السلام عليكم، تحيه لجميع الشرفاء احرار الوطن الجريح، المجد والخلود لشهداء الشعب المغربي. انا اليوم كعائله الشهداء الانتفاضه المجيده 20 يونيو 1981 جينا كنخلدوا الذكرى 36 الذكرى اللي عرفت استشهاد وعرفت جرائم اللي ارتكبتها الدوله المغربيه بحق الشعب المغربي، جرائم فاضحه اللي هي ارتكبتها من اعتقالات تعسفيه واختطافات وقمع وغدر بالرصاص وجميع ابشع وسائل وابشع الصور. حنا كنجيو نذكروا في هذه الذكرى بالجرائم ديال القائمه ديال هذا النظام المغربي اللي مازال كيستفز هذا الملف، لان الملف ديال 81 ملف كبير، ملف عرفت فيه خروقات، ملف عرفت مشكلا ومضمونا. الدوله المغربيه ما زالت لم تعترف بجرائمها، لا من ناحيه الشكل المضمون، اعترفت غير صوريا كمسرحيه ديال الانصاف والمصالحه اللي قامت هي باش الرماد على العيون الشعب المغربي بان راه كاين باش تقبل الخارج بانه كاين هناك ديمقراطيه، هناك حقوق الانسان وكذا. اللي غنذكر الشعب المغربي ان الجرائم اللي ارتكبت في نهار 81 عباد الله راه طاحت شهداء وتجمعوا وتلاحوا في كميات الزبل ودفنوا، والقايه المدنيه مقابر جماعيه ما تحترمش حتى وسائل الدفن ديالهم او الوسائل، وتكب على واحد الحفره جماعيه نساء ورجال واطفال وشيوخ. ومن بعد مرور السنين وتضحيه ديال العائلات وكشف عن الحقيقه والمقبره جات دخلت الدوله المغربيه لاضيين ولاضيين على الضحايا، والطريقه باش تفتح هذه المقبره طريقه كتزال كتكرس اهانه كبيره. شنو هي الاهانه؟ لان التراكس جابوا تراكس 24 ساعه في عمق الليل بدون حضور عائلات الشهداء، بدون حضور المنظمات الدوليه، بدون احترام المواثيق الدوليه، بدون احترام مجموعه من الشروط لا في الشكل لا في الموضوع. لان الطريقه باش تحفر تراكس 24 ساعه راه عمليات النبش او عمليات حفر علم الاثار كيطلب 6 شهور وكيطلب وسائل اللي هي لوجيستيكيه اللي كتكون عندها مقومات. الطريقه حنا المقبره الوهميه جا دار حفر مقبوره، واش مقبوره عرفنا واش مشاش ولا بنادم ولا تراب ولا مقبره، قال هي مقبوره بدون اسماء بدون رعاة بدون تسليم لاضيين بدون شي حاجه. لان الدوله المغربيه باستبداد السلطوي ديالها القائم مازال كتنتهك من 56 58 59 65 81 84 90 2011 وما زال الاستبداد هناك قائم. لان كيقول عدم افلاس من العقاب، عدم افلاس من العقاب، عدم تكرار المجارات. هناك نرى ما يقع في الريف، وهناك يقع انتهاكات واختطافات، ويذكرونا بسنوات الرصاص وما كما تعرضوا للناس الاهل ديالنا في الريف. هو قمع بشع من اجل المطالب ديالهم الحقوقيه الاجتماعيه